ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم كلكم في قناتي. انا هدى. هنعمل ان شاء الله النهارده مع بعض قوارب بطاطس محشيه بالفراخ والخضار. طبق جميل جدا ينفع كطبق جانبي كده في عزومه، او طبق اساسي في يوم غدا. مش محتاجه جنبها غير طبق مكرونه كده وسلطه، او ممكن ناكلها مع رز بسمتي، او ممكن ناكلها مع طاجن لسان عصفور زي ما نحب. لو جربتوها هستنى رأيكم تحت في الكومنتس، ولو عجبتكم القناة بتاعتي اشتركوا فيها عشان تساعدوا القناة بتاعتنا انها تكبر بسرعة. ويلا على طول نبدأ مع بعض. اول حاجة هنتكلم فيها هي الفراخ. دي صدور دجاج مخلية من العظم، انا حطاها في محضرة الطعام، فرماها بسيط قوي، او ممكن بالسكينة نقطعها كده قطع صغيرة، وتبلتها بملح وفلفل اسود وزعتر وروزماري وبابريكا وبودرة ثوم، وده فلفل الوان وزيتون، ودي بصلة متوسطة. الجبنة الموتزاريلا دي هنحطها على البطاطس في الاخر خالص قبل ما ندخلها الفرن. تاني حاجة هنتكلم عليها هي البطاطس. دول البطاطس انا مقشراها، دول عدد 6. هحتاج للتتبيل بتاعهم ربع كوباية زيت زيتون، وتوابل ملح وفلفل اسود وزعتر وروزماري وبابريكا وكركم، ربع معلقة صغيرة كركم عشان ما يمررش. وبعدين هبدأ اقطع البطاطس بتاعتي بالطول كده عشان اديها شكل القارب. وبعدين هجيب معلقة حصرا، نستخدم معلقة بلاش المقورة او سكينة او اي حاجة مش هتظبط، يعني استخدمت قبل كده المقورة ما نفعتش. وبعدين عملت كده لحد ما خلصت كمية البطاطس بتاعتي كلها. وبعدين هجيب زيت الزيتون واحط عليه التوابل بتاعتي واقلبها، لان دي هي اللي هتتبل البطاطس. لو مش متوفر زيت زيتون للاسف ما ينفعش نستبدله بزيت نباتي، هتبقى يدوب مسحة بسيطة على كل بطاطساية كده. وفي ناس ممكن تقليها، بس انا بحب اشويها عشان تبقى يعني اخف. واجيب التتبيله بتاعتي احطها كده على كل البطاطس. وبعدين هجيب اي صينيه بتدخل الفرن وارص فيها البطاطس بتاعتي بعد ما اتبلها كده. ادخلها فرن متسخن لدرجه حراره 200، تاخد تقريبا ساعه الا ربع كده في الفرن. واثناء وهي في الفرن هحضر حشوه الفراخ بتاعتي. هجيب طاسه كده احط فيها مسحه زيت، اما تسخن كويس قوي هحط الفراخ عشان الفراخ ما تنزلش ميه. وبعدين اما تاخد لون بسيط كده هبدا انزل البصل بتاعي والفلفل الالوان والزيتون. نحطه اخر حاجة لما الفراخ تستوي خالص، نحط الزيتون ونطفي النار. لو الطاسة بتاعتنا اصغر شوية نقسم الحشوة على مرتين، يعني نسويها على جزئين بلاش على مرة واحدة علشان ما تنزلش مية يعني. وبعدين نحط الزيتون. تقريبا بعد ساعة الا ربع البطاطس كانت استوت. نسيب البطاطس تبرد خالص كده قبل ما نحشيها او نتعامل معاها عشان هتكون سخنة. ممكن في الخطوة دي نحط البطاطس والحشوة في التلاجة، لو عندنا عزومة نطلع الحاجات دي تاني يوم ونركب الصينية يعني ونحطها في الفرن على طول. وبعدين بعد ما البطاطس بردت كده هبدأ احشيها، احط الفراخ واضغطها بايدي كده كويس قوي عشان الحشوة كده ما تقعش. وبعدين هبدأ احط على الوش الجبنة الموتزاريلا بتاعتي. وبعدين هعمل كده لحد ما اخلص كمية البطاطس الموجودة عندي كلها. العدد 6 بطاطس اللي انا استخدمته عمل لي تقريبا 12 واحدة، لان احنا بنقسمها كده بالطول. وكده هحطها تحت الشواية تاخد لون. في التسوية الفرن بتاعنا يكون سخن، يعني ما نشغلش الشواية والفرن يكون بارد، لا، يعني نشغل الفرن عادي خالص لمدة 5 دقايق يسخن. وبعدين نطفي الفرن وندخل الصينية. وبعدين نشغل الشواية علشان الجبنة بتاعتي ما تتحرقش. احنا عايزين الفرن يكون سخن بحيث ان الجبنة تسيح والشواية تديها لون. والبطاطس بتاعتي وهي في الفرن هي اخدت ساعة الا ربع، يعني ممكن تاخد وقت اقل من كده لو مستخدمين عدد بطاطس اقل، او ممكن تاخد وقت اطول، ممكن تقعد لحد ساعة. ما نطلعهاش من الفرن لحد ما ندخل فيها شوكة او سكينة ونلاقيها بقت طرية معانا كده. وكده شكلها من جوه البطاطس دايبة جدا ومستوية قوي قوي، والحشوة طعمها لذيذ جدا. ولو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي انا سعيدة جدا ان انتوا بتتفرجوا لحد دلوقتي، وهشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة قريب. مع السلامة.